احسن 3 تعديلات ممكن تعملهم لو انت عاوز تكسر الموتور بتاعك. السلام عليكم، معاكم نترو، والنهارده هكلمكم عن احسن 3 تعديلات ممكن تكسر بيهم الموتور بتاعك وتبوظ الموتوسيكل وتخليه يجيب عمره في اقل من 3 ثواني. اول حاجه ان انت تروح تجيب حاجه اسمها الكتروني تعديل. طبعا الالكتروني التعديل ده بيبقى وظيفته بيديك كذا مود، ممكن منها بقى الباك فاير، ممكن منها الريس، كلام من ده. طبعا لو انت ما استخدمتش الالكتروني ده صح، اول حاجه يعملها بصراحه وهو هيكسر لك موتورك، وهتلاقي الموتور بتاعك بيقول لك باي باي، يلا ادفع بقى يا باشا تمن عمرو. تاني تعديلات بقى ممكن تعملها عشان تكسر الموتور بتاعك هي الكرباتير التعديل او الكرباتير الرياضي. طبعا هو اول ما هيقول لك الكرباتير الرياضي هيخلي لك الموتوسيكل بتاعك 600 دبل ار عادي. ولكن بقى عشان تبقوا عارفين الكرباتير الرياضي وظيفته ان هو هيزود لك نسبة البنزين شوية. طبعا انا مش متأكد من الحوار ده لان ما جربتوش، ولكن طبعا على كلام الميكانيكية والناس اللي بتطلع تقعد تنصح وتهبد في الحاجات دي. عشان تبقوا عارفين كل حاجة وليها نسبة. هي مثلا البنزين بيبقى ليه نسبة، وطبعا الهواء بيبقى ليه نسبة. لو دخلوا زيادة عن اللازم، اول حاجه ممكن يعمل لك كربون، ممكن يخلي الموتوسيكل فيه تقطيعه، ممكن بقى يكسر لك الموتور. وطبعا ده اللي اخينا الكرباتير الرياضي هيعملوا فيه. فانصحك لو انت هتعدل تعديلات كامله وهتعمل حاجات جنونيه شويه وهتصرف على الموتور كويس وعارف انت بتعمل ايه، ماشي. لكن غير كده بصراحه ما انصحكش ان انت تركبه خالص. تالت تعديله بقى وهي الاكزوست اللي صوته عالي زياده عن اللازم، العلب الشورت، الكلام ده. طبعا هو الاكزوست مش وظيفته اي حاجه في الموتوسيكل، هو بيقلل لك صوت العادم، بيقلل لك صوت الانفجار اللي في الموتور اللي طالع طبعا من الشكمان. ولكن هو مش وظيفته ان هو مثلا يخلي لك الموتوسيكل يجيب عمره او حاجه. ولكن انت هتفتح بالموتوسيكل زياده عن اللازم، يعني انت هتطلع بار بي ام زياده عن اللازم والموتوسيكل صوته عالي، فده هيأثر عشان تبقوا عارفين. فلو انت مركب علبه شورت او مركب علبه صوتها عالي زي الام 4 او الكلام ده، حاول ان انت ما تركبهاش، لان ده هيكسر لك الموتور قريب جدا وهيقلل لك السحب والاداء بتاع الموتوسيكل. ولكن لو الموتوسيكل بتاعك طبعا ريسنج او حاجه، فده مش هيفرق معاك، لان طبعا المواتير ال 600 او المواتير ال 1000 بتبقى كبيره زياده عن اللازم عن العلب دي. وبس كده. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش اللايك والفولو، ولو عايزين نتكلم عن اي حاجه في الموتوسيكلات تقدر تكتب لي كومنت. وبس كده، سلام.